كل اللي نعرفه عن طريقة البحث عن دراسة في ألمانيا هي إنك تروح على موقع دات اللي إحنا عارفينه وعملنا عنه حلقة خاصة، أو تروح على موقع الجامعة نفسه وتشوف الكورسات بنفسك وتشوف التفاصيل جوه، سواء الموقع بتاع دات أو سواء موقع الجامعة. من فترة قصيرة حوالي أسبوع أو 2 لقيت الكومنت دوت من صديق على القناة بيقول إن في موقع اسمه ماي جايد. الموقع ده برضه حلو وعليه داتابيز جامدة للجامعات في ألمانيا، حوار شدني فقلت أشوف. أنا جاي النهاردة معاكم نجرب كده مع بعض. لو أنا جيت أبحث عن ماستر او باتشلر في المانيا او دكتوراه حتى، هيبقى سهل ان انا الاقي المعلومات عليه ولا لا. تعالوا يلا بينا نفتح الموقع دلوقتي ونشوف مع بعض. لو فتحنا موقع myguide.de وجبناه بالانجليزي عشان الناس كلها تفهم، هنلاقي الواجهه بتاعت الموقع بالشكل دوت. على اليمين في لوج ان، ده معناه ان انت بتعمل ريجستريشن في الموقع، فهل بيديك benefits ولا لا؟ هنشوف. your path to studying in Germany، دي البدايه، طريقك في الدراسه في المانيا. from your home to German higher education institution my guide supports you every step of the way. من البلد الام لحد ما تيجي هنا المانيا، الموقع ده هو هيفضل يدعمك لغايه لما توصل كل خطوه في الطريق. بدايه مش وحشه. هنا بتشوف ايه اللي انت انترستد ليه انك تدرسه، سواء انك جاي على بكالوريوس تشوف مثلا ايه البرامج اللي في بكالوريوس، جاي على ماجستير تشوف ايه البرامج اللي في الماجستير. انا مثلا هقول انا كنت انترستد ان انا ادرس engineering science عشان انا جاي انا من مجال الانجينيرنج او الهندسه. طب انا عايز باتشلر ولا ماستر؟ باتشلر ولا ماستر؟ باتشلر ولا ماستر؟ نعمل ايه المره دي؟ خليها باتشلر. طب انهي لانجويج؟ ممكن اشوف انجلش والماني. طبعا الحاجات التانية ديت ممكن ما تبقاش انترستد لينا احنا كعرب، ندرس بالدانش او بالداتش او بالفرنش او ايطاليان راشن. كل اللغات ديت طبعا احنا مش عايزين ندرس بيها، احنا عايزين ندرس يا اما بالانجليزي يا اما بالالماني في معظم الحالات او في 99% من الحالات. ستارت هير. تمام، يلا بينا نشوف هيجيب لنا ايه. اوبا، جاب لنا 2146 ستادي بروجرام. كل ده هندسه. ال 2100 دول كلهم برامج هندسه بكالوريوس. متخيلين؟ لا، رقم حلو، رقم كتير، ده معناه ان في داتابيز عاليه هنا. طيب بالنسبه لو انا عايز مثلا، لو انا عايز في الميكانيكال انجينيرنج، ايوه، في كام بروجرام؟ 500 في الباتشلر بس، دي حاجه جامده جدا طبعا. طب هو مقسم لك هنا كل البرامج، يعني اهوت كام صفحه دول؟ 26 صفحه، كل صفحه تقريبا فيها 20 برنامج. واو، لا موقع شكله فيه معلومات حلوه. انا والله باخد الاكسبيرينس دي اول مره معاكم عشان نشوف الموقع دوت بيتكلم بيقول ايه بالظبط. طب انا لو عايز ادرس في جامعه اخن، ودي تعتبر من الجامعات الحلوه جدا في المانيا، تقريبا الرانك الخامس على المانيا زي ما شفنا في رانكينج جامعات في الحلقه اللي انا عملتها الاسبوع اللي فات، ودخلنا عليه وشوفنا معلومات ان هو باتشلر بيدرس بالالماني 6 سمستر. مفيش معلومات عن الفلوس، وفي حته اسمها يولش معرفش دي ايه، وفي 30 منحه ممكن تقدم عليها عشان تاخد فاينانسنج سبورت، دعم مالي، انك تدرس البرنامج ده بكالوريوس في هندسه المدني في جامعه اخن. معلومات كلها جميله بصراحه. واللي انا لاحظته ان انت حتى ممكن تعمل يعني هنا فيفورت او مش عارف ايه بيعمل ايه دوت. الاوبشنز دي بتعملها بس لما تعمل ريجستريشن عشان تحدد انت فين البرامج اللي انت مهتم بيها اكتر حاجه، تقعد تعمل فيفورت على كل واحده من هنا، الحته دي من الحته دي من الحته دي، في كل برنامج تحس انك انت ليك فرصه انك تتقبل فيه. لو دخلنا جوه هنلاقي اكيد معلومات اكتر، فبيقول لك اهوت كونتاكت، هنا جايب لك اسم الجامعه، برنامج، الديجري اللي هتاخده 6 سمستر، وفي اللوكيشن يولش، دي اكيد مدينه في ريجيون مثلا اخن او حاجه. انا انترستد اعرف فين يولش دي عشان انا اول مره اسمع عنها. حته جنب اخن زي ما انا قلت لكم، بص حته جنب اخن، يعني المدينه دي جنب اخن بالظبط، مش في اخن نفسها، اخن اهيت بس هي جنب اخن. ايه المعلومات التانية اللي موجودة على البرنامج الدراسي بكالوريوس في هندسة الميكانيكا في جامعة آخن؟ مكتوب ان هو ده للأندر جرادويت، يعني الناس اللي جاية من ثانوية عامة وجاية تدرس بكالوريوس، مش محتاجين انهم يكون معاهم بكالوريوس قبل كده. الادميشن سمستر في الوينتر سمستر اونلي، يعني ما تقدرش تقدم عليه في السمر، بس وينتر سمستر. تقدر تتخصص جواه في ميكانيكال انجينيرنج او الباور انجينيرنج او الباور بلانت تكنولوجي. حلو قوي. في بعض المواد ممكن تعمل فوكس عليها جوه البرنامج الدراسي نفسه، وتركز على انرجي تكنولوجيز وانفايرمنتال تكنولوجيز ونيوكلير تكنولوجيز، تكنولوجيا الطاقه وتكنولوجيا البيئه وتكنولوجيا النووي. تقرا شويه عن الانوتيشن، هو المفروض بيقدم لك ايه البرنامج الدراسي دوت. في حاجه اسمها ادميشن مودس، ايه شروط القبول بتاع الماجستير؟ جايب لك لينك اهو، ده اوبن ادميشن. الحته اللي بقول لكم عليها دايما اوبن ادميشن، ده البرامج اللي هي لو انت فول فيلر ريكويرمنت، يعني لو انت خلاص حققت المطالب بتاعتهم تتقبل. مفيش منافسه على البرنامج، يعني انت مجرد ما حققت مطالب البرنامج دوت تتقبل. ده هو الاوبن ادميشن. العكسه تماما ريستريكتد ادميشن، ده بيبقى عدد مقاعد دراسيه محدوده وفي منافسه عاليه عليها، ففرصتك بتبقى اعلى دايما لو انت بتقدم على برنامج اوبن ادميشن. ده بيسالني الاقيها ازاي؟ موجوده اهيت في الادميشن ريكويرمنتس، بيقول لك في لينك هنا
تعالى نفتحه في البروفس اوردنج. فهو مقسم لك هنا هو في كل قسم ليه المطالب بتاعته. احنا ندور على قسم بتاع ماشين باور ميكاترونكس باتشلر شتودنجانج. تمام. في حتى دوال شتودنجانج ميكاترونكس، لقينا بالصدفه واحنا ماشيين ان في ميكاترونكس في دوال شتودنجانج، يعني دراسه مزدوجه في الميكاترونكس. ممكن برضه تبص عليها ليه لا. في ماشين باور هو ده اللي احنا عايزينه، ماشين باور اللي هي ميكانيكال انجينيرنج. ماشين باور تقدر تشوف عليها بالظبط هنا في الصفحة ديت ايه المطالب بتاعتهم ان هم يتقبلوا في البكالوريوس. في الغالب هيكون درجة كويسة جدا في الثانوية العامة زائد درجة كويسة جدا في اول سنة ليك في الكلية تبع نفس القسم هندسة ميكانيكا في مصر او في البلد اللي انت بتدرس فيها. فكده هو وجهني هنا للابليكيشن او اللينك اللي موجود على موقع الجامعة. وانا شايف لغايه دلوقتي مفيش اختلاف جامد قوي عن داد، بس ممكن يكون في برامج هنا اكتر. ده الاحساس اللي جالي لما انا شفت العدد البرامج المتوفره الموجوده في الهندسه. بس متخيلين 2000 وشويه بس موجودين في الهندسه، بس 500 في الميكانيكال انجينيرنج. ومش شرط يكون مباشر في الهندسه الميكانيكا، ممكن يكون برضو 500 وشويه اللي لقيناهم دولت برضو اقسام قريبه من الميكانيكا. الليكتشر بيريود وقت المحاضرات بيبقى من 25/9 ل 9/2، وده بالنسبه للترم الشتوي. بالنسبه للترم الصيفي من 1/4 ل 26/7. وانتوا خدتوا بالكم كده من الفروقات تعرف الاجازه بتاعتك امتى. بالنسبه للابلكيشن والتقديم للوينتر سيمستر احنا بنتكلم بقى انترناشونال ستودنتس من خارج الاتحاد الاوروبي، بتبقى اخر واحده ديت. بيقول لك هتبقى موجوده على الموقع، يعني ما يقدمليش معلومه زياده، يعني لازم ابص على الموقع وابديتد بالظبط امتى الابلكيشن تفتح وامتى الابلكيشن تقفل. ما جابليش معلومات زياده شويه، بس برضو دي معلومه حلوه ان هو يسيب لك انفورميشن انك تبص على موقع الجامعه تشوف الابلكيشن تفتح امتى للوينتر سيمستر تقفل امتى. كاتب لك ان انت ممكن تاخد من المين لانجوج جيرمان، يبقى لازم توفر اكيد ما يثبت ان انت تعرف تدرس بالالماني، امتحان اكيد تبع الجامعه. وده برضه اكيد هتبص عليه على موقع الجامعه مش هنا، يعني هو مش كاتب لك هنا انفورميشن عنه. further language English ممكن برضه تدرس بالانجليزي. حاجه زياده اللي شفتها بصراحه في الموقع ده ان هو بيجيب لك ايه الافيلبل scholarships، ايه المنح المتوفره. وانا عملت ان هي country of origin Egypt، يعني ايه لو انا بقدم من مصر ايه ممكن المنح المتوفره اللي تجيلي في الحاله دي. كاتب لي اهوت زي ما انتم شايفين في summer courses، ده انا شفته حتى اللي بعمل على الموقع داد. في داد برضه scholarship واحده تانية تقدر انك تقدم عليها. في بعض السكولارشيبس اللي موجوده جوه المانيا تقدر تقدم عليها برضه، وكتير بقى يعني. وانا شفت كتير من السكولارشيبس اللي ممكن بيها انك تدرس البرنامج الدراسي دوت لو قدمت عليها. الحاجات اللي زياده اللي شفتها على موقع داد هو السكولارشيبس، يمكن عدد البرامج المتوفره اكتر شويه. الحاجه اللي انا مش عاجباني في الموقع ان انا عشان اشوف الكونتاكتس بتاعت البرنامج الدراسي، يعني المسؤول عن البرنامج الدراسي الايميل بتاعه او ايميل الجامعه، لازم اكون مع عامل لوجن، لازم اكون مسجل على الموقع. دي حاجه انا مش شايفها قوي. حاجه برضو اللي شايفها ممكن تكون مش احلى حاجه في الموقع ان انت مش كاتب معلومات كتير قوي، يقولك روح على موقع الجامعه روح على موقع الجامعه بس. بيني وبينكم الموضوع برضو يعني صعب ان هم يجيبوا updated information من على الجامعه كل شويه يحطوها. فبيقول لك روح على موقع الجامعه، دي برضو ممكن تكون واقعيه شويه، بس انا كان نفسي ان انا الاقي كل المعلومات موجوده. ما نقومش عن برنامج واحد، تعال نشوف برنامج تاني. لو انا عايز في University of Duisburg Essen اشوف فيها لو في معلومات هتتقال زياده ولا لا. طبعا نفس الحوار، الكونتاكت هاير education لازم تكون مسجل ريجستر ناو عشان تعرف الكونتاكتس بتاعت مسؤول البرنامج، لازم تكون مسجل نفس الحاجات كلها. وبرضه مديك لينك للادميشن ريكويرمنتس، يعني عايز تشوف متطلبات القبول دوس على هنا. في الحته دي هو يعني موضح لك على موقع الجامعه نفسه اتسوجانج تسوم ستوديوم، ده الدخول للدراسه ايه الشروط بتاعتها. حتى بيانات الشخص المسؤول عن البرنامج موجوده جوه، يعني مش شرط تكون مسجل، ممكن تخش على موقع الجامعه وموجوده. متطلبات اللغه والمتطلبات اللي ممكن تكون للطلبه الانترناشونال اللي بيقدموا، فده ممكن تعرف. وبرضه نفس الفكره، بس هنا بقى كاتب لك اهو deadlines للانترناشونال students from countries that are not member of the Arabian Union. ده معناه ان هو الابلكيشن بتفتح وتقفل امتى للطلبه اللي خارج الاتحاد الاوروبي من 1/5. دي مديك معلومه من 1/5/2024 ل 15/9/2024. ممكن برضه بيتكلم هنا زياده عن الفيز بتاعت الجامعه، هتاخد منك فلوس قد ايه. مكتوب هو 302 يورو وشويه فكه و40 سنت. هم هتدفعهم متقسمين ايه بالظبط، ده للسمر سمستر اللي جاي. بس الوينتر برضو مش هيختلف كتير عنه، فتبقى عارف برضو الرينج اللي انت هتدفعه لو انت قدمت على الماستر او البكالوريوس. ده انا اسف، قدمت على البكالوريوس ده هتدفع كام في السمستر ده. السمستر يعني كل 6 شهور. تقدر تشوف برضو language of instruction، المين language تبقى انجلش، فاكيد هم يطلبوا منك اثبات باللغه
الانجليزيه. further language ممكن يطلبوا اثبات بالالماني وممكن ما يطلبوش، على حسب. لو في جزء من البرنامج الدراسي هتدرسه بالالماني يبقى ساعتها هيطلبوا منك شهاده الماني، ممكن تكون B1 او اكتر من B1 B2. بس هو زي ما بقول لك كاتبين المين لانجوج انجلش، فهو هيركزوا قوي على الشهاده بتاعت الانجليزي بتاعتك اللي انت محصلها. وبرده كاتب لك في الاخر available scholarships. لو انت عملت country of origin Egypt، بلد الام بتاعتك مصر، ساعتها انت يا سيدي هتلاقي منح. ممكن تبحث في كل منحه لوحدها وتشوف تفاصيلها وتشوف متطلباتها وتقدم بالتوازي مع التقديم على الماجستير، وهم يغطوا لك المنحه دي في حاله لو جالك قبول والمنحه تقبلك. كل ده ممكن تعمله، تشوف تبحث براحتك خالص في الموقع وتبدا من الاول خالص. احنا زي ما بدانا، ايه هي الانترست، ايه المجال اللي انت عايز تدرسه، هل هو ماستر ولا بكالوريوس، هل هو جيرمان او انجلش، وتعمل سيرش وتعيش انت بقى جوه البرامج. ومن المفضل انك تسجل في الموقع عشان لما تيجي انت بعد كده تشوف البرامج اللي كنت مهتم بيها وتعيد تاني مراجعتها، يبقى ساعتها عندك حساب ومسجل البرامج دي على الحساب بتاعك، مش محتاج تدور تاني وتالت ورابع. ده باختصار كان حلقة كده بسيطة بوريكم فيها الموقع بتاع ماي جايد اللي حابب يستخدمه. انا رأيي فيه ان هو موقع كويس، اداني اللي انا عايزه، قدرت اوصل للبرامج اللي انا بدور عليها واشوف معلومات برضو قيمة عنها. ممكن ينافس داد في المستقبل وكده ونشوفه اكتر الناس بتدور عليه. ممكن فعلا لو هو قدر في المستقبل يدي الطلبة اوبشنز اكتر من داد ومعلومات اكتر من داد عن البرامج الدراسية. صفحة رئيسية لو احنا جينا على الديجري بروجرامز فوق خالص وضغطنا عليها، هنلاقي ان الموقع ده فيه 22,000 برنامج دراسي مختلف. فده برضو رقم مش قليل خالص، ده في اي مجال وفي اي ديجري. فده داتابيز محترمه وحلوه جدا، وحلوه جدا انك تدور فيها الصراحه. وفي اوبشن انك انت تشيك يور eligibility، يعني انت بيقول لك لو انت تعرف تقدم على الدراسه في المانيا ولا لا على حسب الدوله بتاعتك. فهو برضو دوت اوبشن ممكن تعمله. انا بالنسبه لي جايب لي ان انا عشان لقيت ان انا في المانيا فجايب لي ان انا ينفع اقدم وانا في المانيا عادي. تشيك ده لازم تكون انت برضو مسجل في الموقع. فانا شايف ان هو موقع لذيذ، تجربه حلوه ممكن تدوس فيها، وان شاء الله يا رب لو وفقكم ويتلاقوا اللي انتوا عايزينه يا رب. ولو في اي اسئله عيوني ليكم. اتمنى انكم استفدتوا بالفيديو، استمتعتم بيه، ومتحمس جدا لاسئلتكم في الكومنتات. ربنا يوفقكم ان شاء الله وتنور على المانيا كلها. اشوفكم باذن الله في الفيديوهات جايه نتكلم فيها عن مواضيع اكتر واكتر. كل ما يقابلني موضوع ان شاء الله اتكلم عنه. وما تنساش بقى لو انت وصلت الحته ديت انك انت تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك دايما كل جديد، وقبليهم طبعا اللايك المتين عشان تثبت لي ان انت فعلا عجبك الفيديو. اشوفكم على خير في حلقات جايه كتير، دايما في افضل صحه وحال. سلام اجدع ناس.